في قلوب بتهون وتهين علينا يا رب. ينبت الماء في نهار أجرة المية في بحار هون علينا يا رب. الأميرة، في أخبار سارة؟ لا يا مولاي. نفذت الأوامر؟ طبعا. والراجل الأعمى؟ وجدناه. حسنا لله، حسنا يا محسنين، لوجه الله الكريم، أعمى وغلبان، طالب إحسان. يا راجل، ازاي الكلب يهوهو؟ هو ده جزاء الإحسان؟ لازم فلوسك دي براني. انت بتخدعنا وعامل اعمى. الاعمى ما يعرفش الصحيح من البراني. انا ما اعرفش الليل من النهار، اسأل الكلب. ازاي الكلب يعرف الصحيح من البراني؟ جرب بنفسك. الله، ده باين صحيح. القرش ده براني، ازاي الكلب عرفه وانا لا؟ طب اتفضل وريني شطارتك، وريني البراني بدول. ها، ده مش كلب، ده حته صراف لكن مقرم قوي. اللي وهبكم ربنا نعمة النظر عشان تتمتعوا بالحياة والنور. احسنوا على المسكين الغلبان في دنياكم، يحفظها لكم ربنا في الدنيا والآخرة. حسنا لله، حسنا يا سيادي، حسنا يا محسنين، لوجه الله الكريم. عايزاك تدعيني. اسم حليمة. وانا اعرفك؟ وهو الواحد يعرف كل اللي يعرفه؟ انا ما اعرفش حد، لكن انا اعرفك وعايز اعمل لك كل خير. تعال معايا تلاقي الاكل والشرب وكل حاجة نفسك فيها. وليه ده كله؟ رضا الفقير نعمة. لكن ده كتير. هات ايدك. مفيش لزوم الكلب معايا، ده هو عينيا اللي بشوف بيهم، دايما دليلي. حالة غريبة قوي يا مولاي، ومش قادر ابدا اعرف لها دواء او علاج الا اذا جاها الراجل الاعمى يمكن تفوق. هخليه يجي وبعدين اطرده. دي بتحب الراجل الاعمى. انت بتسمي لعب العيال الصغيرين في الجناين حب؟
حب لسه ما تعرفوش، وانا اللي هعلمها الحب. تعرف انك لطيف لكن ده اعمى. الحمد لله. على العمى؟ ايوه على العمى. اسمك ايه؟ احمد. احمد ملك الشحاتين. سيبك من الشحات وخليك هنا. يا سلام على قلوبكم، باين عليها الطيبة، لكن انا ما اقعد هنا ولا يهدى لي بال قبل ما الاقي اللي في بالي. ياما في ناس مفتحين في الدنيا دي وقلوبهم عمية. خليك هنا، في حكماء يقدروا يرجعوا لك نظرك. ده يبقى اسود يوم في حياتي. ايه الالغاز دي؟ هفسرها لك، اسمعي. كان في امير ابن امير، اجداده كلهم امراء. كان حاكم بامره، كان بيتمتع بالثروه والقوه والنفوذ. والكلب ده ما كانش كلب، كان صبي عايش في بغداد وكان عزيز عند الامير. وفي الايام دي كان عباره عن حرام صغير. مالك انت وهو بتشم السمك كده ليه؟ يلا يلا من هنا، ولا انت اهلكوا العسكري؟ ها؟ امسكوا حرامي! حفيد هارون الرشيد، صاحب النفوذ والسلطان، حاكم الأرض كل الرجال، حامي حمى الضعيف وكل فقير، الأمير أحمد. أحمد الأمير؟ ده خسارة كنت الأمير في الزمن ده. عندي حريم ملوش عدد، لكن القلب عمره ما حس بالحب. عندي القصور وكنت زي التائه. كنت في الظاهر أغنى وزير جعفر اللي كان يمنع بيني وبين الشعب. إعدام تاني؟ إيه سبب الإعدام؟ أحد المفكرين يا مولاي. دي جريمة يعاقب عليها؟ جريمة لا تغتفر يا مولاي. لازم الحكم يكون بالإرهاب؟ احذر يا مولاي، فالناس في قلوبهم الحقد والكذب والخيانة. في يوم من الأيام يا مولاي تعرف إن 3 حاجات هي اللي تخلي الناس تحترمك وتطيعك: القسوة والكرباج والسيف القاطع. بالعنف والإرهاب يا مولاي تغزو العالم. ولازم أغزو العالم؟ وإيه المانع يا مولاي؟ عاوزهم يتمتعوا بالسعادة. سعادة؟ دول ما يستاهلوش حاجة. لو عرفت يا مولاي اللي بعرفه عنهم كنت عملت اللي بعمله.
في ليلة من الليالي سيب قصرك وروح المدينة وامشي في شوارعها، دس بين الأهالي، شوفهم، تأمل وتذكر. الليلة يا جعفر. الليلة يا مولاي.